السلام عليكم البنات، نهاركم زين ومعمر بالكلام الرزين. واش راكم؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس وبخير وبصحه يا ربي. جيتكم اليوم بروتين واقعي جدا جدا من حياتي اليوميه، بلا تصنع، بلا موديفيكاسيون تصاحبات القنوات، بلا ما ديري هيك عجل تصوير وديري هيك عجل تصوير. حياه بسيطه جدا جدا وواقعيه، بلا كذب بلا نفاق بلا ازواق. كيما راكم تشوفوا حبوباتي، هذا الروتين اكيد بديته من العشيه، خاطر شاركت معاكم في الفيديو تاع البارح واش درت في الصباح. يعني هذه العشيه تاع الروتين تاع البارح. شوفوا واش درت. اول حاجه خرجت انا والزوج، ما صورت لكمش، رحنا لسورس عمرنا الماء وكلينا شويه حوايج في الطريق، على بها درت عشاء خفيف وقليل وهكاك وما كليناهش. شوفوا درت شويه تاع الفريت وشويه تاع شكشوكه، ومن بعد خلطتهم مع بعضهم وراح المقطع هذاك. ما عليهش انا قصيت شويه تاع فقوس، شويه تاع فقوس انا البنات حطيته ديجا. الفقوس على الامانه كانت في الفريجيدار، شراها لي نهار من قبل، حطيتها شغل كي عاد عندي الفق. تما جاب لي العنب والكرطوس، وجاب لي شويه ذاك البخسيس اللي شفتوه، وجاب لي كان هذه الفقوسه. قلت الفقوسه ما نحلهاش حتى اليوم الغدوه باش حليتها. المهم كانت بارده في الفريجيدار، جبت بسيط. شوفوا هذه الكسرونه قليت فيها هذيك القليه تاع البطاطا، ومن بعد كي نحيت البطاطا حطيت الشكشوكه اطيب فيها. الشكشوكه تاعي ما درت لهاش الماء، شكشوكه على السريع، زوز مغارف تاع زيت ورشه ملح اكيد، وخليتها قفلت عليها خليتها ذبالت مليح. ومن بعد كي طابت مليحه البنات زدت لها مغرف وحده تاع زيت، غلت شويه وكسرت خلطتها مع البطاطا وكسرت عليها عظمه. وهنا كان نسالي هذم الحوايج تاعنا. زاد راح جابهم لي اليامات هذيني هبله على الحكان، اني هاجتني الحاله تاع الحكان والرغاوي، اسكتوا برك خليوها لربي. المهم هنا بعد ما كلينا وكلش، يعني ما كان ماكله كما قلت لكم، خاطر خرجنا مع العشيه البنات. عمرنا الماء من لاسورس كي شغل في الطريق هكي تعرفي دي فوا نلقاو هكا يبيعوا حوايج، شرينا كلينا على بها. ما يعني هذيك البطاطا والشكشوكه والله تقريبا خبيتهم كيما راهم في الفريجيدار، وهنا نلم في الماعن راح نغسلهم في الليل. قلت المره دي ما نشاركش معاكم الماعن، خاطر اللي فيديو في زوز اللي فاتوا شاركت معاكم غسيل الماعن هكا باش يكون شويه التنوع حبيباتي. هذه هي. لا اله الا الله محمد رسول الله. شوفوا اليوم فضلت لي هذيك الشكشوكه والبطاطا المقليه والسلطه يا البنات، طيشتها للامانه. السلطه ماهيش قاعده تتكل، شغل كي نطيب معاها حوايج ما تتكلش السلطه مسكينه طول تقعد. المهم لا اله الا الله محمد رسول الله. قلت لكم بقات لي الشكشوكه والبطاطا، وبقى لي ثانيه البنات كسكسي من اللي درتو البارح. يا اخي شفتوا كسكسي من اللي درتو البارح ما سخنتوش، خلاص مازال مخبي في الرجال، يعني غدوه ما نطيب والو. هناني في الليل بعد ما غسلت الماعن حبيباتي جيت لهنا، قلت نغسل الكراس هذم كان قلبي مدود عليهم هك يغلي يغلي يغلي. قلت هذا هو نهارهم الماعن قلالة العشاء اليوم. قلت والزوج خرج هو وسيم برا يتبحراو، قلت ما نبروفيتي برك لوكازيون نجبد هذوك الكراسه نحكهم، يعني ماشي بزاف مزوز برك. كانوا عندي 4 ونحيتهم خليت غير زوز، خاطر قلت لكم اني حابه نبدل طابله الكوزينه وحابه ندير شويه تغيير. المهم تبعوا برك معايا الفيديوهات الجايه ان شاء الله تشوفوا كلش. بعد ما حكيت الكراسه وزدت حكيت الطابله، ديك الطابله كل يوم وهي في التدواش زدت حكيتها حتى هي، ويعني سهله للغسيل للامانه. جيت قلت نسيق لقيتهم مازالوا سهرين، طليت برا لقيتهم مازالوا قاعدين دايرين جماعه برا مع الجيران. هيا قلت هيا السمسمه الفحله زيدي بروفيتي سمعتوا قلت زيدي بروفيتي. شوفوا سيقت الديار، غير الصاله اللي ما قستهاش كتكوته وهنا يعاون فيا هاكم تشوفوا. سيقت الديار. شوفوا الشنابر سيقت تاع وسيم، سيقت بيت القعاد، وسيقت ثاني لشامبرتي، بصح الصاله ما حليتهاش، الصاله نظيفه. بصح الكوزينه والهول هاكم تشوفوا درت لهم الرغوه، يعني من هي الشنابره من ضعف البنات هكا غبره خفيفه برك. وش هي الكوزينه والهول لازم لهم الرغوه. نسيق بشويه ونعس، كي لقيتهم مازالوا سهرين قلت ندير رغوه ونزيد نحك مليح الارضيه تاعي ونحك الحاله مليح باه تصبح لي نظيفه. شوفوا البنات انا ديما نبروفيتي كيما هيك، البنات اللي يتبعوا فيا من قبل ما على بالهم، هذا هو روتيني. انا روتيني نديرو ديما مع العشيه، تصبح لي الدار نظيفه. الا صبحت لي الماكله ما نطيبش، الا ما صبحت ليش نطيب. حتى الماكله اللي نحب نطيبها ديما العشي. هنا اللي قاعده نعتلكم بعد ما يعني بعد ما سيقت وصاي نشفوا البيوت ها وكل شيء، وخرجت هذاك الرغوه ديك برا وعاود شليت الكوزينه والهول. هاي نعتلكم هنا. لا شوفوا هنا ما زالت لي نورمال ما كوزينه والهو، سامحوني وفاتني شويه الفيديو دوك نشوف معاكم ونقول لكم. هنا يا سي بون شوفوا الشنابر مسيقين ومنشفين، او كتكوت قاعد يتفرج. ولو وحده دي زربيه لهنا اي مغسوله البنات،
هذه الطابلة والكراسة ثاني كي غسلتهم بعدتهم هنا من الكوزينة باش نحكها على غرضي، وهاني جيت لهنا شوفوا لما عين خبيتهم رتبت كلش ما شاء الله مزيانة نقال وكان يبقى. هاي الكوزينة كيفاه رتبتها كيفاه نظمتها، هاي الله يبارك خرجت تهبل وفرات البنات بسم الله ما شاء الله. شفتوا ذيك الراحة النفسية كي تسيقوا الدار وتغسلوا الماعن وسيرتوا كي ديروا رغاوي هكا البنات والحالة تعود تنفنف والروايح تاع الجافيل وتاع الصانيب وروعة. شوفوا لهنا الغدوة من ذاك، هذه غدوة الصباح كي نوض كيما نوض على الصباح رحت ديراكت. لا شوفوا استغفر الله، هذه في الليل، في الليل بعد ما نظفت ورتبت شنابر وسيقت الحالة ونشفتها ما لقيتها مازالوا ما دخلوش. زيد قلت خلي ندير شويه ياورت، فرغت هنا شكاره تاع الحليب الاولى ودرت معاها 8 مغارف تاع سكر وزوز بواطات تاع لايورت. درت فور اليوم زوز بطاط تاع لايورت و8 مغارف سكر وشكاره حليب، وحده بارده ووحده حطيتها تغلي. ها هي هذه اللي تغلي ما نديروا لها والو، كانت سقستني وحده في فيديو سابق اللي تغلي ما نديروا لها والو، حاطه الحليب نستناه يهز الغليه ومامتو قاعده نرتب في الكوزينه. هاكم تشوف جبت الطابله والكراسه دخلتهم ومازال ما غلاش الحليب. الشكاره تاع الحليب البارده اللي درتها في البورطمونجي فيها 8 مغارف سكر وفيها زوز بطاط تاع لايورت. ولا هنا الحليب هذا كي يغلي نصبو على الخليط تاعي اللي درت في البورطمونجي، نحركو مليح ونقفل عليه ونزيد نغطيه بطرشونه كبيره ولا بدرا ولا واش حبيتي انتي وحطيه في غرفه دافيه. هاو سي بون هز الغليه قريب لهنا نستنى فيه ونصور قريب عاود ساحلي على بلاك وهذيك نوض نغرد بالصوت. شفتوا دي فوا كتنظموها وترتبوها وتولي تشعل الشعير ومن بعد تصرى هكا حادث صغير خلاه يعاود يرجع لكم الخدمه كامل من الزيرو وتعاودوا كلش على سعادكم. هنا الكسرونه كيما نحيتها نشمخها بالماء باه بعد تجيني سهله للغسيل وجيت لهنا. هاي البنات هنا زدنا صبينا هذيك الشكاره السخونه اللي غليتها على الحليب اللي كان بارد مع البطاطا الياورت والسكر. اللي تحب تسيب شكاره واحده تقسمها على زوز، دير مثلا نص شكاره يغلي ونص تحطه في برمه ولا في حاجه كما هكا ودير 4 مغارف تاع سكر. فهمتوا؟ كي تستعملوا شكاره واحده ديروا 4 مغارف تاع سكر، كي تستعملوا زوز شكاره حليب ديروا 8 مغارف سكر. واكيد كي تديروا شكاره واحده ديروا معاها باطه واحده تاع الياورت. انا درت زوز خاطر دايره زوز شكاره حليب زوز ياورت و8 سكر. مهم اني شرحت لكم بالتفصيل، واللي تحب دير لا روم دير. انا ما درتهاش نهار الاول كي خرج لي مليح وليت استغنيت عليها. هذه هي وغطيته كيما هكا باش ما يقيسوش الضوء ونديه نحطه في شمبره دافيه. عندي شمبره مقفوله ما يلحقهاش ما تلحقهاش البروده تاع لاكليم، تما ديما مقفوله ديما تدخلي لها تلقيها سخونه. هاني هنا الصباح كي نضت البنات شوفوا بعد ما اختمر يعني بات ليله كامله. نتوما تقدروا ديروه 6 سوايع برك يكفي. تسمى انا كي درته في الليل خليته حتى طلع النهار، بس 8 سوايع تكفي. اللي تحب ديرها في النهار ديرها في النهار البنات. سامحوني حبوباتي راني مقريبيه اليوم حتى صوتي بالك ومبدل، سامحوني وفرات اعذروني والله ما على بالي كيف جاتني هذه الضربه. المهم الله المستعان. والعشيه قلت لكم نهار هذا اليوم نض درت فيه غير الياورت خاطر صبح لي الغداء عندي الكسكسي وعندي شكشوكه والفريت تاع البارح. فهمتوني؟ يعني ما طيبتش الغداء ومام العشاء ما طيبتش خاطر الكسكسي عندي بزاف. الكسكسي خليته للعشاء وهذيك الفريت والشكشوكه زدت عليها شويه سلطه وفقوس وتغديناه. هنا بعد العشيه كي نوضنا قيلنا ونوضنا واش زدت درت قلت خلي ندير بسبوسه. المهم انا لو كان نصيب ديما نطيب حاجه في الدار البنات. دوك الكواطو تاع المشرى وذوك يعني ما ينفعوش، مليحه حاجه اللي تكون يعني طايبه في الدار. واش هي ساعه ما يكونوش عندك تكون تخص حاجه مثلا فرينه ولا ما على بالش كل مره باش تخص حاجه ولا تكوني مزروبه لازمك تشري. ولا دي فوا الانسان يكون مريض مش قادر ديما يطيب. هذه هي. انا اليوم محسوب ما عنديش خدمه بزاف كيما شفتوا، درت غير هذاك الياورت خدمت الفيديوهات. بارك غسلت ماعن خفاف وفرات خاطر عندي الغداء والعشاء والدار صبحت مسيقه من البارح في الليل. كيما ديما نقول لكم البنات انا مساعدني بزاف هذا النظام تاع الروتين المسائي هذا، وكل وحده واش يساعدها. هنا درت البنات زوز عظمات كاس حليب زوز ساشيات خميره مغرف خل ودرت شيحت بالفارينه والسميد نص نص يعني عينك ميزانك. ودرت انا كاس غير ربع زيت وكاس غير ربع سكر. ومن بعد البنات خلطهم مليح وجيت لهنا
حطيت انا طيب الشربات، اكيد الشربات درت فيه شويه طرونش تاع القارص، ودرت فيه شويه قشور تاع التشينا، كنت مخبيتهم البنات في الكونجيلاتور. شوفوا الريحه تهبل في الكوزينه، الدار كامله ولات تريح بريحه التشينا والقارصه البنات. وقلت لكم انا درت زاز تاع القارص في لاباط، درتها مع العظام وكي خلطت لاباط تاع البسبوسه تاعي. وانا هنا درتها قلت لكم بالسميد والفارينه باش تجيني شويه حرشه، انا ما نحبش البسبوسه رطبه بزاف. وهنا كي دهنت البلاطو تاعي البنات بالزيت، صليوا على سيدنا محمد البنات عليه الصلاه والسلام. قلت لكم كي دهنت البلاطو تاعي بالزيت درت له شويه سميد كيما هك فرشتهولو باش ما تلصقليش، ومام طون يجي عندها واحد القوام رائع. سيوها البنات، على بالي كان بزاف اللي يديروها بالسميد العفسه هذه، بصح حتى كي يديروها عفوا بالفارينه، الاغلبيه يديروها بالفارينه، بصح لو كان ديروها بالسميد يجيك متقعر تقعر. وخلاص هنا السيرو تاعي طاب والريحه تنفنف كيما قلت لكم في الكوزينه ما شاء الله. خليته يبرد والبسبوسه راهي طيب. ودرك انا كنت ندير لكم في المونتاج على 10:49 الصبح هذه يا اختي راح ينزل فيها الفيديو. كتكوتي كان راقد وجا وقالك بصباح خيل. هيا لهنا بعد ما حطيت البسبوسه تاعي طيب وكلش بديت نوجد في القهوه. يا قولهم صباح الخير، قولهم هذا وين نض يوم الكبد. هيا البنات قلت لكم جيت نوجد في القهوه تاعي خوتي باه نشرب البسبوسه بالقهوه. شوفوا للامانه انا ما نشربش البسبوسه والقواطو بالقهوه، انا القهوه نشربها وحدها ما فيها لا سكر لا والو هكاكا مره. والبسبوسه اكيد كنت نوجد لها الحليب باينه هذه، خاطر انا نموت على الحليب. على هذيك نطيب بزاف هذا من البسبوسات ولي زافير هذه. هنا حطيت القهوه تاعي طيب، حطيت الحليب يطيب، البسبوسه تاعي اني راح نحيها خاطر نستنى فيها تحمر شويه من الفوق برك. ايش قلتي؟ ايش قلتي؟ ها وسي ماما تك 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 تك. هسه نكمل المونتاج ونروح نعطيك تاكل قاعدو. هيا البنات هنا قلت لكم راح نجبد البسبوسه. شوفوا نخدم ونرتب الحاجه اللي نجبدها نرجعها، لكن تتمسح كيما هيك نمسحها، لكن تتغسل نغسلها. نهار كامل واقفه مع الماعين واقفه مع الحاله، وهما بنتي والله ما يفضوا كيما قلت لكم في الفيديو اللي فات. هنا على شعره ساحه او منع ساحش، على شعره سحلي الحليب. كنقعد نصور فيه هكا، نحب ندير لكم اجواء حيه، نقول خلي يفيض الحليب نصوره هو يفيض في الاخر دركا دوف ونسلك على شعره. المهم قلت لكم هنا هاني حطيت هذا يبرد وحطيت انا الحليب يبرد شويه، ما بيد ان نجبد البسبوسه ونديرها ونشربها البنات. هنا القهوه وش نقول لكم ريحتها روعه. شريت ميلان كيما قلتولي، انا مالفه صح قبل نشرب ميلان، بصح البنات عندي مده زوج كل مره وش يجيب لي. قلتولي مره قالت لي واحده اروما مليحه، سيت اروما ما عجبتنيش خلاص وليت رجعت الميلان. المهم جيت لهنايا هاي جبت البسبوسه تاعي حطيتها درك نثقبها كامله بالكردون تاع الاسنان، ومن بعد نشربها بالهذاك السيرو اللي درته البنات. هنا كنت نعطيكم في صبعي يا البنات هذاك الكردون، جيت نحكمه دخلت لي هكا شعره في شغل زي الشوكه منه ودخلت في صبعي. وش نقول لكم دايره فيا حاله هذا اليومين خاطر الروتين هذا، وعنده واحد 3 ايام اللي صورته. المهم بعد ما ثقبتها مليح مليح بالكوردون جبت هذاك السيرو تاعي وشربتها كامله وخليتها بردت شويه برك ماهيش بزاف. على جال التصوير باش نزرب نكمل عليا البنات، سينو هي مليحه تخليها حتى تبرد مليح ومن بعد تحطي تقصي وتحطي في الصحن تاعك. هذه هي هناني خليتها شويه تشرب وبعدها رجعت لها نقصها مربعات وخلاص. المهم قصوا الاشكال كما تحبوا انتم. قالت لي في واحد الاخت في فيديو قبل اللي فات، ماشي هذا اللي فات مش تاع البارح تاع ورا البارح، قالت لي شاركينا كيفاش تغلبتي على الاكتئاب وعلى هذيك الطاقات السلبيه والعجز على الصلاه وهذيك الحاله النفسيه اللي مش مليحه. نقول لكم حبيباتي باللي كاين حوايج بزاف يعرضوا الانسان يعني للاكتئاب، واللي يشوف الدنيا ظلمه يحزن ما يقدرش يقوم بواجباته الدينيه والدنيويه، خاصه احنا نساء يا البنات، خاصه احنا نساء اكثر حتى من رجال. انا اكيد راح نقول لكم بكل صراحه كما تعرفوني كيفاش تغلبت على هذه الطاقات السلبيه والاكتئاب، وكيفاش
تهنيت من الحسد وقطعته يا البنات. الطريقة هي تجيبي دركا البنات حنا في وقت النمل لازمك تجيبي تحتاجي للنمل في هذا الوصفة العلاجية المجربة مني أنا شخصيا واللي نبصم عليها بالعشرة. احنا دركا رانا في الموسم هذا تاع اللي رانا فيه يا البنات بين الصيف والخريف كاين بزاف النمل، ما تقولوليش ما كانش النمل. ومنين راح نجيب النمل؟ اذا حبيتي تبراي وحبيتي ترتاحي هذه الحبة ليك ام عبد المؤمن اللي ميتة على البسبوسة تاعي. قلت لكم البنات ركزوا معايا في الوصفة، أنا وصفاتي راهي مضمونة ومجربة. قلت لكم لازم لكم النمل، ما تقولوليش منين راح نجيبوا النمل، هذا مش هي شغلي. النمل راهو يطايش يعني غير تخرجي مع الطريق في الكولوار ديجا كيما الوقت اللي رانا فيه درك. ماما البنات في المدن وراه كاين النمل يخرج في الديور يعني يخرج في الديور لأنه وقته. انتيا اكيد مش راح تجيبي لي النمل هذاك اللي يخرج لك في الكوزينه ولا اللي يخرج لك في الدوش وطواليت اعزكم الله ولا اللي يخرج لك في الدار. انتي لازمك تجيبي لي النمل من هذيك عفوا صوتي يا البنات اني مريضه. النمل من هذيك الحفره تاعو اللي يجي يدير في التراب. البنات يفوجوا فايتين لقاو النمل برا في الطريق مداير حفره كبيره وشغل ومتلايم عليها هذاك النمل وفيها التراب هذاك الكحل هذاك الخشين يجي هكا حشا نعم ربي زي الكسكسي هكا مكعبر. تروحي عند هذاك النمل هنا هاني شهيتكم في الجنة. هاي البسيبيسة تاعي طابت والقهي والله الله درك نشرب حليبي ونزيد نقعد راسي بهذيك القهوة مليح ونروح نشوف شغالاتي. قلت لكم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على النبي رسول الله. وما تنسوش ديروا لي جام البنات جام وكثروا لي التعاليق خاطركم شوية مقصرين اليومين هذو بصح معليش مانيش لايمتكم. وتانا بارطاجيو القناة حبيباتي إذا عندكم فيسبوك ولا بارطاجيوها في الجروب بارطاجيوها في الانستغرام هكا باش تعاونوني قناتي ان شاء الله تكبر يا البنات. ونرجعوا للموضوع تاع الوصفه اللي هي النمل. تروحي لهذيك الكومه تاع التراب البنات تاع الرمل هذاك عفوا المعسكر يوسك تخليني نهضر غلطيني يزيد ما يفهموش الوصفه. هيا قلت لكم البنات هذيك الكومه تاع النمل التراب تاع النمل هذاك وتجيبي نماله بايره وهبله عزواز. فهمتوا؟ نماله بايره وهبله عزواز هذا هو الشرط الاساسي في النمله اللي راح نقطعوا بها الحسد. انا كيما هيك درت البنات باش تخلصت من الحسد وتخلصت من العين التراكميه وتخلصت من الطاقات السلبيه والعجز هذاك في العبادات وكلش. المهم حبيباتي هاني شربت الحليب ودوك نشرب في القهوه. قلت لكم شوفوا الفيديو وراح يفضل ما يكفي نشبه نعطيكم الوصفه في التفصيل ان شاء الله في الفيديو تاع غدوه نعطيها لكم مفصله يا البنات. وجدوا بركه ورقه وستيلو وحوسوا لي على نماله بايره يا البنات وخاطيكم الراي تهلاو في رواحكم ونتلاقاو في الفيديو تاع غدوه ان شاء الله.